قبل ما ابدا الفيديو انا عاوزك تعرف اني جايب لك حاجه جامده يا صديقي. الناس كلها عملتها ولكن انا عملتها باسلوب تاني، اكيد هيعجبك، فركز معايا ويلا نبدا الحكايه. في يوم من الايام كده كان في مزارع متجه الى احدى الحقول بتاعته، بيشوف واحد من الغيلان وبيجهز له كمين علشان يقتله. بيستنى لحد لما المزارع بيطلع على الطريق لوحده وبعدها بيخلي كل الغيلان تهجم عليه بسرعه. الفلاح بيشوفهم بيحاول يهرب منهم باي طريقه، بس الغيلان بتحاصر الراجل من كل حته، خلاص هيتقتل. واحد منهم بيطلع على العربيه بتاعته وخلاص هياكله، بس انت بقى متخيل انه هيموت بسهوله ده يا صديقي؟ لا والله، مجموعه من الفرسان بيهجموا على الغيلان دي وبوم بيكسروها. الضرب اشتغل من كل ناحيه، الغيلان ديت خلاص ميته. الفلاح ده كمان فرح انه اخيرا اتلحق، هيقدر يكمل حياته عادي. بعدها بقى بيتجه الفرسان اللي قتلوا الغيلان ديت على المدينه علشان ياخدوا مكافئتهم. وهنا بقى بيظهر شاب ضعيف اسمه فت، وواقف حراسه على بوابه القلعه، ومهاراته السحريه صفر. المهاره الوحيده اللي عنده هي الاكل، ويا ريتها فايده بقى يا صديقي. بيبص كده على الفرسان اللي جنبه بحزن، وبيبقى امنيه حياته يوصل بس لنص قوتهم. بتبقى بقى الاجواء في المدينه هاديه لحد لما بيظهر الفرسان المقدسين دول، 3 فرسان من اشرس ما يكون، وهم رافال وهادو وموميل. بينتموا لعائلات فيليريك، كل الناس بتتجنب شرهم. بيروحوا على فت كده وبيكلموه، وكانوا طالبين منه يحيي بوابه القصر مكانهم. بيتقدم بقى رافال كده يرمي له فلوس تمن حراسته، يعني لسه فت هينزل يجيبها. رافال بيدوس على ايده، وهادو بيقول له انت عاوز تعرنا بصوت بطنك اللي جايب اخر المدينه ده؟ لا انت ما فيش منك فايده. وبعدها بيديله بالبوكس في بطنه. فت بعدها بيحاول ان هو يقوم، ولكن رافال بيدوس على وشه. الواد خلاص استسلم، بيصبر نفسه ان ربنا خلقنا طبقات ومستحمل الذل والصابر على المهانه. ولكن فجاه بتدخل عليهم روكسي، ايوه فارسه مقدسه هي كمان، بس سمعتها طيبه واهل المدينه كلهم بيحبوها. بتقول لهم اللي انتم بتعملوه ده غلط، انتم كده بتسوقوا سمعه الفرسان المقدسين. انتم طلبتوا منه يحمي البوابه وهو نفذ الطلب ده، وعلشان كده لازم تعملوه كويس. رافال بقى بيقول لها احنا اللي مشغلين ونعمله زي ما احنا عايزين، وبياخد بعدها اخواته وبيمشي. روكسي بقى في الوقت ده بتروح على فت جري وبتحاول تقومه وتمسح له وشه، بس هو كان لسه باصص على رافال وخايف منه، ولكن بعدها بيشكرها. البنت بعدها بقى بتقول له ما تخليش حد يعاملك وحش تاني حتى لو كان فارس مقدس، وبعدين اصلا واجبنا كفرسان اننا نعامل المواطنين كويس، ولازم هم اللي يعتذروا منك. فت بقى سرحان في جمالها ومش فاهم حاجه. وبعدها روكسي بتقول له هات رايه الحراسه، انت مدتك خلصت. بيديها لها على طول وبيستاذن منها انه يمشي، وفعلا بيمشي. ولكن هو ماشي بتقول له خلي بالك من نفسك، ولو رافال او حد من اخواته عمل معاك حاجه تاني عرفني. الواد طبعا بيفرح كده وبيقول لها تمام. بيطلع بعدها على المطعم علشان ياكل ويسكت معدته اللي جايبه له الكلام دي، ولكن كان كل اللي في دماغه روكسي، وهي بتعمل معاه كده ليه؟ شكلها بتحبه ولا ايه؟ بيجي له بقى عامل المطعم وبيشوف وشه وبيقول له ضربوك تاني، مش هتبطل يا ابني تشتغل معاهم بقى ولا هتفضل جبان طول عمرك كده؟ لو فضلت تنضرب كده هينتهي بيك الوضع بالموت زي ما عملوا مع حد اعرفه. فت بيطنش كلامه وبيسيب له الحساب وبيمشي، ولكن العامل بيقول له هدعيلك يا ابني، ربنا يصلح حالك ما دام الكلام مش جايب معاك فايده. بعدها بقى فت كان حزين جدا على حاله علشان هو الوحيد اللي معدوم المهارات، فمن وسط كل الناس اللي عندها مهارات عاليه هو كان عنده مهاره الاكل. يا رب انا ما كنتش عاوز ابقى فارس مقدس، بس على الاقل كان عندي يبقى مهاره مفيده. بيقطع تفكيره بقى مجموعه من الحراميه وهم واقفين على سور القلعه. الواد بعدها لما بيشوفهم بيقول انا لازم اقول لروكسي بسرعه. بيطلع جري عليها وبيعرفها، والبنت بتتصدم جدا. بتقول له انت متاكد من الكلام ده؟ بيقول لها طبعا ده انا شفتهم بعيني. بتقول له طب خلي بالك من الرايه ديت انت وانا ادخل واتصرف معاهم. بتدخل روكسي القلعه وبيسمع فيتو صوت السيوف وهي بتضرب في بعض، وفجاه بيطلع عليه راجل غريب. الواد بعدها بيترعب وبيبقى خلاص هيهرب، ولكن بيفتكر ان روكسي ادت له الرايه وبيقول اكيد مش هخيب ظنها او هسبب ليها المشاكل. بيرجع تاني وبيضرب الحرامي بالرايه وفعلا بيموته. وهنا بقى بتتفاعل عنده الشراسه، ومش بس كده لا، ده مهاراته كلها بقت ماكس، انضاف ليه مهارتين كمان وهما التعرف والتخاطر. الواد بعدها ما كانش مصدق نفسه وبيقول هو ايه اللي حصل ده؟ روكسي بعدها بتيجي وهي خايفه عليه وبتقول له انت كويس؟ حصل لك حاجه؟ ولكن فت قدامها ما فيش اي حاجه حصلت له. بتبقى بتقول في نفسها بقى الحمد لله ان هو كويس. فت بيسمع صوتها الداخلي وبيبقى واقف ومش مستوعب ولا فاهم حاجه. بعدها روكسي بتقول انا هقول للرئيس على اللي انت عملته علشان يكافئك. بيقول لها لا خد انت المكافاه انا كده تمام. بتقول له انت خايف من رافال ولا ايه؟ فت ما بيردش عليها، ولكن هو بينه وبين نفسه مش عاوز يسبب لها مشاكل، فبتقول له يا عم خلاص مش هقول لحد علشان ما يحصلش مشاكل، بس انا عايز اشكرك على اللي انت عملته معايا. اقول لك ايه رايك تشتغل معايا بدل ما تشتغل مع عيله فيليريك، ولا عايز تفضل معاهم لغايه لما يموتوك؟ فت بعدها بيشاور
عقله كده وبيقول مستقبل مع فرسان مستبدين واعيش كحسالة، ولا مستقبل مشرق مع روكسي اجمل بنت في المدينة؟ اكيد اختار روكسي يعني. بيقول لها بس ممكن هما يموتوني لو عملت كده. بتقول له لا عادي، هيشوفوا حد مكانك بس مش اكتر. فبيقول لها خلاص يبقى على بركة الله هشتغل معاكي. وفعلا بيرجع بيته، بيبقى بقى مستغرب ازاي مهاراته فقدت الحدود كده، وبعدين ايه مهارة التخاطر اللي انضافت دي. وهنا بقى بتجيله تخيلات ان روكسي كانت قلقانة عليه، بيبقى مش مصدق، معقول هي ديت التخاطر؟ وبعدين ما كده انا بقيت جامد واقدر اتغلب على الوحوش. وفعلا تاني يوم بيقرر ان هو يشتري سيف. بيقول له البياع معاك كام؟ بيطلع له فت 2 جنيه. فالبياع بيقول له لا ده انت تشوف لك حاجه كسر بقى. ففت بيقول له يا عم تمام. بعدها بيقف قدام السيوف الضعيفه دي وبيقول لنفسه يلا مش مشكله او احسن من ما فيش. بيبدا يستخدم مهاره التعرف وبيتعرف على مدى قوه كل سيف لغايه لما سيف فيهم بيكلمه. والواد بعدها بيتخض، ايه ده سيف بيتكلم؟ السيف بيقول له يا عم اشتريني وانا هفيدك، احنا فينا شبه كتير من بعض. الواد فعلا بيسمع كلام السيف وفعلا بيشتريه. بنروح بقى الممل اللي سمعت اخبار ان روكسي بتحاول تشغل فت معاها وتاخده مننا وبتفكر تعمل لها درس يعلمها الادب. رافال بيقول لها انت متسرعه خالص، تفكيرك محدود، وايه المشكله يعني اما تشغلوا معاها؟ احنا نقدر نجيب 100 تانيين زيه. بتقول له دي كانت بتزعق علينا علشان بنعامله وحش. بيقول لها عائلتنا وعائلتها من اعظم 5 عائلات في المملكه، مش عاوزين نقع مع بعض في مشاكل، ويلا بينا نروح الحي العسكري. فالبنت بعدها بتتصدم وبتقول له يا اخي انا نفسي اعرف تدرس ايه يخليك رايق كده. رافال بيقول لها بدرس معرفه الطريق للخلود. البنت بعدها بتتصدم وبتقول له خلود؟ ايوه كده، حمسني بقى واستنى اما اجي معاك. بنرجع بقى الفت اللي عمال يدردش مع السيف سرحان بدماغه، رجله اخدته كده على ارض الغيلان. والسيف بعدها بيقول له برافو عليك انك جيت هنا علشان تشوف اول امتحان عملي بنفسك. فت بيقول له امتحان؟ السيف بيقول له ايوه. قابل بقى لسه بيلف ظهره بيتفاجئ بغول هجم عليه على طول. فت بيضربه هنا وفجاه بتزيد مهاراته تاني، بتوصل طاقته لاعلى ليفل. بيقول له السيف موته، عاش عليك. قابل بقى كان عندهم حق لما قالوا ان لو موتت غول واحد هيطلع لك مئات. بتبدا الغيلان في الهجوم عليه، بس هو كمان قوته بقت ماكس، بيهجم عليهم وبيمزق كل اللي بيقابله، ومع كل واحد بيموته قوته بتزيد اكتر واكتر لحد لما بيخلص عليهم كلهم. مهاراته فاقت الحدود وبقت بالالاف. السيف بقى بيقول له انت مش جعان ولا حاجه؟ معدتك ايه اخبارها؟ فت بيتصدم كده وبيقول له ما عادش ليها حس، انا مستغرب انها اصلا معدتي بتطلع صوت زي الاول، معقول كده خلاص ما عدتش احس بالجوع؟ السيف بيقول له لا، الشراسه مستويات، والمستويات ديت بتزيد بالقتال الكبير والخبره، علشان كده انت لسه في المستوى الاول. فت بيقول له وانت عرفت كل ده منين؟ السيف بيقول له ما انا قلت لك احنا شبه بعض. ولكن فجاه فت بيشوف مجموعه من الفرسان داخلين عليه، وعلشان كده السيف بيقول له خبي مهاراتك. فت بيتصدم وبيقول له يعني انا هقاتل لوحدي يعني؟ ما انا لازم اعرفهم. السيف قال له لا، انا الوحيد اللي هقاتل معاك، ولم لنا بقى شويه الغيلان اللي انت قتلتهم دول علشان نوديهم المدينه وناخد المكافاه. فت بيقول له تمام وبياخدهم فعلا. بعدها السيف بقى بيطلب منه يطوره، وفت بيسمع الكلام وبيطوره فعلا. ولكن هو ماشي بيخبط في راجل غريب كده وبيبقى في بنت في ايده، وبما ان فت عنده مهاره التعرف بيقدر يسمع صوت البنت الداخلي وبيعرف انها مخطوفه وبتطلب منه المساعده. على طول بيروح وراها وبيقرر يساعدها، بس السيف بيحاول يمنعه، بيقول له يا ابن الراجل اللي خاطفها ده شرس، قوته اكبر منك ب10 اضعاف، ارجع عن اللي في دماغك. بس خلاص فت اخذ القرار، قرر ينقذها. بيروح جري على البنت وبيحاول يفكها ويطمنها، بيقول لها ان هو هيخرجها من هنا بسلام. الخاطف بيقول له والله حلوه الثقه ديت، جايبها منين بقى؟ البنت الغاليه ديت هتروح لواحد من الفرسان، اما انت فهتموت مكانك كده. فت بيبقى عايز يطلع من القتال ده باقل خساير، وعلى طول بيشغل دماغه، بياخد البنت وبيجري، والخاطف مش بيسيبه وبيطلع جري وراه. ولكن فت بيجري، الخاطف بيكلمه بيقول له خلي البنت ورا اي صندوق وتعالى قاتلني لو راجل يالا. فت وقتها بتعز عليه كرامته وبيرجع يضرب الخاطف وبيوقعه، بيقول له ما انا كنت ماشي لازم يعني توقفني، قول لي بقى مين الفارس اللي كنت هتودي له البنت ديت. الخاطف بيسكت وبيقول له مش هعترف باي حاجه. فت بيضربه بالسيف في بطنه وبيقول له لو ما اتكلمتش هموتك. الخاطف بيقول له خلاص يا عم هتكلم، هادو هو اللي طلب مني كده. فت بعدها بيقول له تمام وبياخد البنت وبيطلع، بيروح يجيب لها اكل وبيروق عليها، بياخدها يوديها لامها كده اللي بتشكره علشان رجعها. فت بيقول لها انا ما عملتش اي حاجه، ده الواجب بتاعي. بعدها بيطمن البنت كده وبيفتكر ابوه لما كان بيطمنه زمان وقال له مهما حصل لك يا ابني خليك دايما مبتسم، ابتسامتك هتساعدك على صنع المعجزات. وبعدها بيسيبهم وبيمشي، وهو في الطريق ماشي كده السيف بيكلمه بيقول له ما انت طلعت بطل اهوت يا عم وبتعرف تنقذ الناس، امال بتقول على نفسك ضعيف ليه؟ فت بعدها بيفرح كده من كلامه وبيقول له ولسه عندي كتير انت ما شفتش حاجه، ده انا هعدي كل اللي انت تعرفهم. فالسيف بيقول له تمام. بنسيب بقى كل ده وبنروح لعامل المطعم اللي مفتقد فت، عمال يدردش مع واحد من الزباين كده، والراجل بيقول له ان ميسون ابو روكسي مات النهارده اثناء ما كان في رحله ووحش هجم عليه وقتله. العامل بيكمل كلامه وبيقول له انا حاسس ان اللي هيقبل
سايبه ورموت ميسون هم ولاد فيليريك، هم اكتر ناس لهم مصلحه في موته، وشكلهم عاوزين يوقعوا روكسي من زمان. بعدها بقى بيعدي الليل وفت بيروح على قصر روكسي علشان يستلم اول يوم شغل معاها. بتقابله البنت فعلا وبترحب فيه. فت بقى لما شافها فضل مبلم كده وساكت، والبنت بتقول له انت تفضل واقف بره كده، تعالى ما افرجك على القصر. بتاخده وبتروح على قبر ابوها وبتقول له كان نفسي تبقى موجود علشان تشوف المحارب الجديد. وبتحكي لفت ان ابوها مات في رحلتهم الاخيره لما كان بيقاتل تنين ضخم في غاليه. فت بعدها بيقول لنفسه بقى فيها كل الحزن ده ولسه مهتمه بيا للدرجه دي، هي طيبه. روكسي بتقول له من النهارده انا مش عايزاك تقلق ابدا، انا هفضل معاك دايما، هنشتغل سوا علشان نطور القصر ده والمدينه كلها. بتقطع كلامهم في الوقت ده هارو واللي بتكون كبيره الخدم في القصر ده بترحب بفت وبتقول له تعالى يلا يا غالي علشان تتغدى، الاكل خلاص جاهز. الواد بيدخل على القصر فعلا وبيقعد ياكل بطريقه هستيريه، كل الموجودين بيبقوا مصدومين من طريقته. وبعدها بيطلع يبدا في شغله في جنينه القصر. العمال اللي معاه مستغربين منه وازاي بيشتغل كتير وما بيتعبش. بيقول لهم انا بس اكلت كتير فعلشان كده مدياني طاقه، ولكن معدته لسه بتعمل صوت والواد مفضوع على الاخر. بتدخل عليهم بقى في الوقت ده هارو واللي بتقول لفت ان روكسي عاوزاه. بيروح لها فت فعلا وبتبقى مجهزه له جو رومانسي خالص، عماله تكلمه بس فت كل تفكيره في صوت معدته وهو انا مش لسه واكل، طب انت بتعملي كده ليه؟ فضحتينا منك لله. روكسي بقى بتنادي عليه فيه وبتدلعه والواد بيستغرب جدا لان محدش كان بيقول له كده غير ابوه زمان. بيقول لها انت بتنادي لي بالاسم ده ليه؟ روكسي بتقول له اختصار جميل لاسمك، هو انا اصلا حبيته. فت بيقول في باله معقول روكسي حبتني؟ بيتخض كده ولسه هيقوم ويمشي وهوب بيغمى عليه. جاتك نيله يالا. بيصحى بقى في اوضته وبيلاقي رساله كده من روكسي جنبه على الترابيزه بتقول له ارتاح النهارده وخد لك اجازه يوم وبقى تعالى بكره الشغل براحتك. بيبقى مش فاهم حاجه ولا عارف هو اغمى عليه اصلا، وعلشان كده بيسال السيف. السيف في الوقت ده بيقول له ان ده بسبب مهارتك، فمهاره الشراسه اللي عندك ما بتهداش غير لما تموت حد وتاخد قوته، وانت علشان هنا بقالك كام يوم وما قتلتش اي وحش قوتك خلصت واغمى عليك. فت بيتصدم كده وبيقول له ايه يعني انا كده بقيت وحش ولازم اقتل الناس؟ السيف بيقول له والله يا غالي انت اللي زودت في قتل الوحوش امبارح وعلشان كده مش هتشبع غير بوحوش اكتر. فت بيتصدم وبيقول له طب والحل ايه؟ افرض ما قابلتش وحوش اموتها ايه اللي هيحصل معايا؟ السيف بيقول له يبقى هتهاجم اي حد حتى اقرب الناس ليك. الواد طبعا بيتصدم وبيقول له لا انت اكيد مجنون، انا مستحيل اعمل كده. السيف بيقول له خلصانه اللي انت شايفه، بس بص كده في المرايه. الواد بيبص بيتصدم، ايوه عنده عين احمرت ما عادتش طبيعيه. السيف بيكمل كلامه وبيقول له ما قلت لك لازم تخلي بالك بقى الفتره اللي جايه علشان ما حدش يكتشف سرك. وبعدها الواد بيطلع وهو مخبي عينه علشان ما حدش يشوفه. بيتسحب كده وبيوصل على الغابه وبيقابل شويه غيلان صغيرين كده بيموتهم، بس برضه لسه معدته ما شبعتش وعاوز يقتل اكتر، وعلشان كده ما قدامكش غير حل واحد يا باشا، ايوه ملك الغيلان. بس ده احصائياته معديه جدا وفت بطاقته ديت استحاله يقدر يعمل معاها حاجه، ولكن دي الطريقه الوحيده علشان يشبع. بيهجم فعلا عليه بكل قوته وهو بيضربه. ملك الغيلان بيصد الضربه وبيحاول يهجم عليه تاني، ولكن فت شراهته مسيطره عليه وبيديله واحده تخلص عليه. بيكتسب احصائياته. السيف بيقول له عاش عليك يا بطل، بالاحصائيات اللي انت اكتسبتها دي انا هتطور للمستوى الاول، ومن النهارده تقدر تسميني الاسطوره. قدامك خيارين، يا اما تاخد جزء من احصائياتك وتطورني، لا اما افضل معاك وتتطور انت، وانا طبعا كده ما اقدرش اساعدك. فت بيقول له لا يا عم احنا شركاء وانا عمري ما هسيبك. بيطور السيف وبيديله جزء من احصائياته. بعدها السيف بيظهر بشكله الجديد. فت لما بيشوفه بيتصدم، يخرب بيتك ايش هذا الجمال. وبعدها بيخلص اليوم. تاني يوم بقى في القصر بتبقى روكسي متنكره وطالعه تلف شويه في المدينه. بيمسكها فت كده وبيقول لها رايحه فين؟ بتقول له اسكت بس هتفضحنا، هارو لو مسكتنا هتنفخنا، انا طالعه بس المدينه افتش على الوحش اللي قتل الغيلان امبارح، باين وحش اسطوري. فت كده لما بيسمعها بيتصدم وبيقول لها تمام تمام ارجع للشغل انا بقى. بتقول له لا انت هتيجي معايا. بيدخلوا المدينه فعلا وبتبقى روكسي متحمسه على الاخر عماله تجري يمين في شمال. فت بعدها بيندى عليها ولكن البت بتسكته. بتقول له يا ابني هتفضحنا ما تناديش عليا باسمي، بص طول ما انا معاك في المدينه قول لي روكي. فبيقول لها خلاص تمام ماشي. بتقول له اعمل حسابك بقى علشان احنا محتاجين كل معلومه توصلنا للوحش ده. فبيقول لها تمام، بس فت طبعا ما كانش عايز تصدمها ويقول لها ان هو الوحش اللي هي بتدور عليه، ما علينا يعني. والسيف بقى وهم ماشيين كان بيكلموا عن طريق التخاطر وبيقول له انت لازم ما تتاخرش وتقتل وحوش تاني النهارده علشان عينك ما تتحولش تاني. فت بيقول له تمام. وبعدها بيدخلوا المدينه. بتبقى بقى روكسي منبهره بالفاكهه وبتقول لفت تعالى دوق معايا كده العنب ده. البياع بيقول لها ده من اجود انواع العنب.
من مزارع ميسون. روكسي بكل فخر كده بتقول له يعني من ارضنا يعني. البياع بيقول لها ايه ولسه هتتفضح؟ فت بتصرف بسرعه بيقول له لا مفيش حاجه، ده بس خالي شغال في ارض الملك يعني، فاحنا بنقول عليها ارضنا. بتشكره روكسي بعدها انه اتصرف بحكمه وبتقول له ما انت طلعت جامد اهوت يا عم وبتعرف تخبي، اما الملك الاول كنت هتفضحنا كده. بيقطع كلامهم دخول فارس مقدس للمدينه والكل بيقف له انتباه. وهنا بقى كان لازم معدة فت تتدخل، بتعمل صوتها وبتفضحهم، بتخلي الفارس يجي عليه كده. فت لما بيشوفه جاي عليه بينزل على رجله ويتأسف له. الفارس لسه هيدوس على دماغه، روكسي بتتدخل بتقول له وقف اللي انت بتعمله ده. كل الموجودين بيتفاجئوا دي الاميره اللي جابها هنا. فت بيقول لها كده انت هتنكشفي. بتتصرف روكسي بسرعه وبتعمل انها مرات فت، بتتأسف للفارس وبتقول له معلش انا اللي سبته جعان كده. وهنا بقى بتبعد عن الناس شبهات، الناس بتقول اكيد مش دي الاميره يعني، عمرها ما تتجوز عيل عبيط زي ده. بعدها بتاخده وتستخبى بعيد بس قلبها بينبض بسرعه خالص، بتقول لنفسها انا حبيته ولا ايه. فت مش مستوعب اللي سمعه وبيقول ده احنا باين داخلين على ايام بيضه. بيطلعوا بقى يكملوا لف في المدينه وبتشوف احجار كريمه كتير، بيبقى نفسها في واحده بس ازاي يعني، ده هي فارسه مقدسه يعني الحاجات ديت ماليه القصر عندها، ما ينفعش تاخد من اللي في الشارع. فت بيقول لها معقول مش عايزه واحده منهم؟ بتقول له انت نسيت مهمتنا ولا ايه؟ احنا جايين هنا علشان نعرف معلومات عن الوحش، يلا بينا بقى نكمل طريقنا. بيقطع كلامهم اتنين من المحاربين بيتكلموا عن الوحش واللي عمله في الغيلان امبارح. روكسي بتروح عليهم كده وبتسالهم عن الكلام ده، بيقولوا لها ما نعرفش عنه حاجه، احسن لك روحي مكان المحاربين واسالي هناك. فبتقول لهم تمام وبتقول لي فت يلا بينا. بياخدها فت وبيروح على المطعم وهناك بيرحب به العامل، بيعرفوا فت على صديقته الجديده روكي. العامل بيقول له ايوه يا عم لعبت معاك. روكسي بتتضايق من كلام العامل كده وبتقول له ما تعرفش حاجه عن الوحش الموجود في المدينه. العامل بيقول لها بصراحه انا مش عارف، بس دلوقتي واحد من المحاربين يجي ويقول كل اللي انت عاوزاه. بيقطع عليهم الحوار. المحارب العجوز ده بيتخض اول لما بيشوف فت، بيقول له ده انت شكلك شكل الوحش يالا، اصلهم بيقولوا الوحش ده اشبه بالليتش يعني بني ادم متحول، بيقتل الفرسان مش المحاربين. فت بيقول في نفسه طب وبعدين افرض روكسي كانت في رحله مع المحاربين هعمل ايه؟ بيقطع تفكيره. 3 من المحاربين داخلين علشان ياكلوا، بيروح واحد فيهم ياخد روكسي كده تقعد معاه على الترابيزه، فاكرها جاريه بس هي تضربه ضربه تلزقه في الجدار. صاحبه بيقول له الضربه ديت ما يعملهاش غير فارس مقدس. بينزلوا كلهم تحت رجلين روكسي بيتاسفوا لها، بس البنت بتقول لهم ما حصلش اي حاجه وبتنضم لهم على الترابيزه، بيهزروا ويلعبوا وبتحط عليهم كلهم. وبعد ما بيخلصوا روكسي بتشكر فت وبتقول انا اتعلمت كتير عن الوحش بسببك، بس بيقطع كلامهم ده ولاد فيليريك اللي ماسكين طفل وبيعذبوه. روكسي على طول بتروح عليهم وفت وراها وبياخد فت الطفل من ايديهم. روكسي بقى بتقول له رافائيل انت ليه ما قلتليش عن الوحش وعن رحله الصيد بتاعتك؟ الواد بيقول لها ما انا فكرتك مشغوله بموت ابوكي. البنت بتتصدم كده من الكلام وبتقول له تمام سيب الطفل بقى وانا هاخد بالي منه. بتاخد الطفل هي وفت فعلا وبيجيبوا له اكل وبيفضلوا يدوروا على امه لغايه لما يرجعوا لها ابنها. بتبقى روكسي بقى مبسوطه بالانجاز اللي عملته النهارده، وفت كمان كان مسحور بجمالها والدنيا اخر حلاوه. بيرجعها على القصر بقى وبيروح هو على بيته وبيفكر في طريقه يسد بيها جوعه علشان روكسي طبعا ما تعرفش حقيقته. الست بيقول له ما قدامكش غير حل واحد وهو قناع تحطه على وشك. فت بيقول له انت عبقري ده حل مثالي. وتاني يوم فعلا بياخد الحجر الكريم اللي روكسي كان نفسها فيه وبيروح يديهولها هديه. في الناحيه التانيه بيبقى الاخوات فيليريك بيحضروا الحاجه وشكلها ما تبشرش بالخير يا صديقي. في الوقت ده بقى فت كان شغال في الجنينه وروكسي بتقول له تعالى يلا علشان عندنا مهمه، وهي انهم رايحين ارض العنب بتاعتهم. بتقابلها امها وبترحب بيها هناك وبتقول لها ايه كل الانبساط ده يا عروسه، جايبه عريسك معاكي كمان، ده ايه الحلاوه ديت؟ فت بيتصدم كده من الكلام وبعدها بيعرفها عن نفسه وبتقول له لا تعالى بقى جوه انت معجب ببنتي ولا ايه؟ روكسي بتتصدم كده وبتقول لها يا ماما اهدي ما ينفعش كده. فت هو كمان بقى بيتكلم وبيقول لها الموضوع مش كده انا بس شغال معاها وبحاول احميها، وبينزل على رجله يديلها التحيه. روكسي بتتكسف هي كمان وبتطلع تجري على اوضتها وامها بتقول لها ياه لسه بتتكسفي زي ما انتي ما تغيرش فيكي حاجه. فت بيقول لها بس هي فارسه كبيره في المدينه كل الناس بتحبها اكيد يعني ما بتتكسفش وبتأدي واجباتها على اكمل وجه. الام بتقول له ايوه. بنروح بقى روكسي اللي دخلت اوضتها شافت العابها بتاعت زمان، شافت كمان صورتها مع ابوها، اتذكرت تدريبه ليها لما قالت له انها نفسها تبقى فارسه زيه الناس كلها تحبها وكانت في قمه الحزن. بنرجع بقى الفت اللي راح اراضي العنب وقاعد يدردش شويه مع واحد من العمال بيسالوا على ميسون ابو روكسي يعني. العامل بيقول له ما نعرفش عنه اي حاجه، احنا بس سمعنا انه مات في
في رحلته الاخيره الغاليه، وعلشان كده كنا بنقول ان روكسي مش هتيجي السنه دي اثناء ما بنحصد المحصول. يعني فت بيقول له هي هتيجي كل سنه؟ العامل بيقول له طبعا، ده جزء مهم جدا بالنسبه لي علشان احنا هنا بنواجه وحوش الكوبولدو، فهي بتيجي تحمينا منهم. ولكن فجاه اثناء الكلام صوت معده فت بيتدخل. العامل بيقول له معقول لسه جعان؟ ده احنا لسه اكلين يا ابني. ولكن اللي العامل ما يعرفوش ان فت الشراهه عنده زادت اول لما سمع عن وحوش الكوبولدو، ودلوقتي عاوز ياكلها بنفسه. بيروح يودي المحصول المخزن فعلا، وبتجيله روكسي بتقول له مهمتنا انتهت، تقدر تطلع وتتمشى. بس لما فت بيطلع بيقابل بنت غريبه كده، بيحاول يستخدم مهاره التعرف عليها علشان يعرف قوتها، ولكن للاسف دي حاميه نفسها كويس. فت معرفش يعمل اي حاجه. كمان بيلاقي عينيها حمرا زيه، وبيتاكد ان البنت ديت مش طبيعيه، دي عندها مهاره زيه. بتجيله روكسي بقى في الوقت ده وهو واقف، ولما بيسالها عليها بتقوله دي اكيد من غاليه، كنا على طول نسمع ان الناس غاليه غريبين بس ما شفناش حد منهم، فممكن يعني دي تكون منهم. يلا بقى نكمل طريقنا. وهم في الطريق بيقول لها انا سمعت انك عاوزه تشاركي في صيد الوحوش، هتبقي بخير وانت لوحدك. البنت بتقول له انا مش هبقى لوحدي، هنبقى سوا. بيعدي الليل فعلا والوحوش بتظهر، بتبوظ لها الشجر. بيبقى فت وروكسي بقى والمحاربين بيراقبوهم علشان يهجموا عليهم، بس الوحوش بيبقى فيهم كوبولدو عملاق. ولما فت بيعرف معدته بتتشوق للاكل اكتر، عينه بتحمر واحصائياته بتزيد، وباقل مجهود بيقضي على الوحوش الصغيره. بيحاول مع العملاق ولكن بيصد ضرباته. السيف كمان بيحذره من المواجهه المباشره، والواد بيسمع الكلام بيستجمع بعدها كل قوته وبيهجم على وحش تاني. الوحش بيصد هجمته وبيرميها على الارض، والواد كان وسط الميه مش قادر يتحرك. الكوبولدو بقى هو كمان بيهجم عليه تاني، وفت على طول بيفاجئه بوم بيديله الناهيه. السيف بقى لما بيشوف الحركه دي بيتصدم، وبيقول له يا ابن اللعيبه كنت عامل نفسك ميت علشان تستدرجه؟ ايوه كده شغل دماغك. الوحش بقى في الاثناء ديت كان لسه في الروح وبيهجم على فت تاني، ولكن السيف بيقول له سيبه، ده دوري انا بقى، اديني بس 10% من قوتك. فت بيديله اللي هو عاوزه، وبوم السيف بيغير شكله، بيطلق سهامه الناريه، بيقضي على الوحش بكل سهوله، بيشق الجبال لنصين. فت بيقول له يخرب بيتك احنا كده هننكسف، وبعدين انا عيني حمرا ليه لسه؟ وايه كل الهجان ده؟ السيف بيقول له اجمد، دي مهاره الوحش ده بتنضاف لاحصائياتك. فاجمد كده قبل ما حد ياخد باله. الواد بيقول له تمام، وبعدها بيخلص اليوم على كده.